في القصص لما بنسمعها بنقف لحظة ونسأل نفسنا، هو في بشر كده؟ في قلوب بتموت جواها ضميرها علشان لحظة ضعف؟ واللي بيعمل الغلط هل فعلا بيكون ضحية ولا شريك في الجريمة؟ القصة اللي معانا النهاردة صعبة وجريئة ومؤلمة وبتكسر قلب أي أم. اسمعوها للآخر، يمكن حد فيكم يكون المفتاح اللي يفوق صاحبتها. أنا اسمي أميرة، عندي 39 سنة، مطلقة من زمان، من أيام ما كانت بنتي لسه صغيرة وفضلت أربيها لوحدي. جوزي الأولاني كان إنسان مؤذي، سكير وعينه زايغة، وكل اللي يعرفه عن الحياة هو الخناقات والسهر والمخدرات. ما كانش بيصرف على بيته ولا بيديني حقي كزوجة، وكان أناني جدا، كل حاجة لنفسه، حتى العلاقة بينا كانت كلها ليه وأنا كأني مش موجودة. تحملت سنين، بس في الآخر لما شفت بنتي بتتعب وأنا كمان خلاص قررت أطلب الطلاق. كبرت بنتي واتعلمت وبقت تشتغل وتصرف معايا، فضلت أرفض كل العرسان اللي تقدموا ليا علشان بنتي، لحد ما هي نفسها جالها عريس كان باين إنها بتحبه، بس أنا مرتحتلوش. نظراته كانت مش طبيعية، كلها عليا أنا، كنت بحس إن عينه بتاكلني وهو أصلا جاي لبنتي. نصحتيها قلتلها ده مش راجل مناسب، بس هي كانت شايفاه ملاك واتجوزوه. كنت بعيش لوحدي بعد ما بنتي اتجوزت، كنت بحس بالوحدة، بس كنت برضو بحمد ربنا إن بنتي سعيدة. بس في يوم خبط على بابي الصبح بدري، كنت لابسة قميص نوم خفيف، اتخضيت لقيته جوز بنتي. قلتله في ايه؟ قالي بنتك راحت الشغل وجيت اطمن عليكي. دخل وقعد وبدأ. نقطة التحول بدأت من هنا، لما الحب بيعمى والأم بتحس بالخطر بس محدش بيسمعها. بس يا ترى اللي كانت خايفة منه كان بجد هيحصل؟ الكلام ده مش بس صادم، ده جريمة في حق بنتها. جوز بنتها بيقول لها في وشها أنا عايزك انتي، بس يا ترى هي ردت عليه ازاي؟ وهل سكرت بكلامه؟ كنت مصدومة، حسيت الدنيا لفت بيا. قلت له انت اتجننت، دي بنتي. ضحك وقال لي انتي فاكرة اني ما خدتش بالي من نظراتك؟ حسيت اني مشلولة، مش قادرة ارد، وقمت اطرده، بس هو كان متمكن. قال لي انا مش هغصبك على حاجة، بس فكري، من يومها وهو يجي كل شوية يختلك حجة، مرة يقول ناسي محفظته، مرة يقول بنتك بعتاني ليكي بحاجة، وبدأ يطول في القعدة ويتكلم عن نفسه ويبص لي بطريقة قذرة. في لحظة ضعف كنت متضايقة جدا وحاسة إني مكسورة، وباباكي مشي وسابك، وبنتي مشغولة بحياتها. وفي يوم دخل عليا فجأة وأنا لابسة خفيف، ومعرفش إزاي استسلمت. بعدها معرفتش أبص في وشي، قعدت أبكي، بس هو كان مبسوط وقال لي شوفي أنا كنت عارف إنك عايزاني. كرهت نفسي، بس للأسف ما كانتش آخر مرة. بنتي بدأت تشك، وكل مرة تسألني هو جوزي بيجيلك كتير ليه؟ كنت ألف وأدور، بس هي كانت أذكى من كده. وفي مرة دخلت عليا فجأة ولقيتنا مع بعض، صرخت وقعدت تضرب فيا وقالت لي ازاي تعملي كده، ده جوزي. فضلت أبكي وهو حاول يهديها، بس هي شتمتنا احنا الاتنين وقالت لي خسارة اللبن اللي رضعتهولك. وهنا تبدأ الحرب النفسية بين العقل والقلب، بين الخوف والرغبة، بين الصح والغلط. بس يا ترى الست دي فعلا كانت ضحية ولا هي كمان كانت بتدور على لحظة ضعف تسكن فيها؟ في لحظات بتكسر البني آدم وبتكشف قد إيه النفس البشرية ممكن تضعف حتى لو كانت أم. بس المصيبة مش في الغلط، المصيبة في الاستمرار فيه، والمصيبة الأكبر لما الحكاية كلها تفضح. الخيانة مش دايما من غريب، ساعات بتكون من أقرب الناس، من اللي المفروض يصونوكي ويخافوا عليكي. بس البنت دي عملت إيه بعد ما شافت أمها مع جوزها؟ القصة لسه ما خلصتش، اكتبولي زاد لو عايزين تعرفوا النهاية اللي كسرت قلب الكل. كنت ببكي يوميا، قلبي بيتقطع، كنت مستعدة أعمل أي حاجة علشان ترجع، بس هي ما كانتش بترد. قعدت 3 شهور بدور عليها، لحد ما في يوم جالي ظرف بالبريد جواه صورة لبنتي في الشارع نايمة على الرصيف. كتبتلي في ورقة صغيرة اللي ما تعرفش تحافظ على بنتها تستاهل تشوفها كده. نهرت، صرخت، جريت في الشوارع أدور عليها، بس للأسف كانت اختفت تاني. لو الزمن رجع بيا كنت قطعت إيدي قبل ما تلمسه، بس الزمن عمره ما بيرجع، والندم ما بيرجعش اللي ضاع. بعد ما بنتها شافتهم الدنيا ولعت، بس اللي حصل بعدها كان أغرب من الخيال. البنت اختفت، أيوة خرجت من البيت وسابتهم، لا اتصلت ولا ردت ولا حد عارف راحت فين. الأم انهارت والراجل اتجنن، فضلوا يدوروا عليها في كل حتة. الخيانة ساعات ما بتكسرش بس قلوب، دي ممكن تكسر مصير.
البنت اللي كانت في حضن أمها نامت في الشارع، والأم اللي استسلمت للحظة ضعف دفعت التمن غالي. أما الزوج فكان السبب في دمار بيتين. خد بالك، مش كل ظهر بنتك تستند عليه، ومش كل أم تستحق لقب أم. القضية دي علمتنا إن الخيانة مش دايما جاية من عدو، أحيانا جاية من أقرب الناس لينا.